الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل الغوا خرطوم جوا، كل الغوا خرطوم جوا، ما في حل غير البل. يا زلمة وياي. الديار بيجي أمان ناجوف قتيد في جبال النوبة. الله أكبر الله أكبر. حتى الوجود في محلك الله يا مخلي بسرك. كيف لا نزعر والأطفال يقتلون؟ الله أكبر. كيف لا نزعر والشيوخ يذبحون؟ الله سنزعر لكن لرب ودين. سنزعر لكن لرب ودين. الله أكبر. ونمضي إلى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى بثبات ويقين الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. كلنا يا أخواننا إلى الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما في نزول برجع يا أخواننا، ما في ودمرة يا أخواننا بقعد في البلد دي ونحن أحياء يا أخواننا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل السودانيين دول أحبابنا عدا ناس المؤتمر الوطني للمجرمين. عشان كده الرسالة المهمة توصلوها لهم، انتوا دايرين تبقوا حكام السودان بكرة، دايرين تبقوا عنصريين برضه ما بيجي. عشان كده أصلا ما تميزوا بين الناس، ما تسيئوا لغتكم اللي تستخدموها مهمة جدا، ما تسيئوا لأي مواطن. انتوا مشكلتكم لازم تعرفوا عدوكم تحديدا. الزول لو ساهموا ده وجهوا لجهة ثانية بيخرب القصة كلها. وجهوا لعدوك في صدره، والهدف واحد، والسودان منتصر بإذن الله، والقضية منتصرة بإذن الله. ونحن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. لن يتخلف منا أحد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يا أخواننا كل هذه الآيات ان احنا بتحضنا وبتحسنا على هذا الامر ان شاء الله سبحانه وتعالى. بتندمن بس الله ما انتنوف ذاته ديل ناس فودجين ارملهم 20 دانه ما يفتحوا خشومه ولا شنو، ما قال جلدا ما جلدك كروا في الشوك ولا شنو. احنا نعتبره عدو غشيم. ليه؟ لانه العدو اللي بيقتل شيخ الخلوه، اللي بيقتل الطفل، اللي بيقلع حق المسكين، اللي بيقتل النساء، ده عدو غشيم ما عنده قضيه. ولو حكم يا اخواننا في كل المدن هيحصل نفس الترويع وافظع. لو الزول في السلطه ما بقى عنده عداله، في زول بيبقى فقير وفي زول بيبقى غني. يعني هو يا هو بيقسم الرزق، هو يا هو ذاته بيجيب اجل بتاعك ذاته. الحل بتاعنا في السودان الجديد، السودان فيه عداله وفيه مساواه وفيه حريه، فيه ديمقراطيه، مش كده؟ يعني يكون في ديمقراطيه الاغلبيه يحكم. الأغلبية لو قالوا ده أبو بكر، لو قالوا ده كوكو، لو قالوا ده عقار، لو قالوا ده أدروب، خلاص يكون هو الحاكم. مش كده يا جماعة؟ مش كل مرة ده محمد أحمد بس ومن البحر ولا شنو يا جماعة؟ جماعة أنا بشيركم وراكم جيش ضخم. الحركة الشعبية دي أنتوا عارفينها، عندها جيش حدادي مدادي سد الأفق. نبشركم عندنا برضو جيش عندنا مدفعية ما في زول بيقف قدامها. قدر اللي عندكم ده أضعاف. نجيكم بغادي بس انتوا جاي اقربوا أصلابكم. جاهزين للتحرك خلال ساعتين. طوال يمشي يمين القوه هنا تبقى جاي الحته دي ما كاشفه. طوال الناس اللي وراه وطوال الموازن اللي وزعناه زي دراجنا طوال يمين بقينا متحركين يجوا في النص. يجوا وراي يجوا وراي. الله اكبر الله اكبر. الله ناصرها لا ناصر لهم.
وقف. دمروا. نحن لما جينا في المحور الشرقي لولاية جنوب كردفان جينا القصد أساس أنه القوات بتاعت الجبهة الثورية تصهر على مستوى السودان وتجي تبدأ دخولها في مناطق بتاعت أم روابة وكرشولة وشمشكة والكريم والسمح. القوات دخلت وسيطرت على المنطقة بعد الاستيلاء على المواقع العسكرية وخاطبت المواطنين. أهل الأم روابة ذاته شاهدوا على أنه القوات اللي دخلت أم روابة كانت تتحاشى يعني مقتل المدنيين. هنالك معلومات مؤكدة تحرك ميليشيات من كرشولة لاتجاه المناطق تحت سيطرة القوات الجيش الشعبي، وهي بكرشولة كانت معقل للملايش. السبب الرئيسي لهجوم كرشولة لأنه كانت معقل وهي كانت الدينامو المتحرك. حتى في قيادات وجنرالات كبار من القوات النظامية هم كانوا بيجوا ويقيموا اجتماعاتهم هناك على أساس أنهم ينظموا الهجوم للمناطق اللي احنا موجودين فيها. ديل كله ناس ميتين هنا في الوطن، 2 مدمر وفي 2 عربية مدمرة مقادي، وخشينا طردناهم حتى ما وصلناهم برمبيتا.